تخيل أنك نجم كرة قدم شاب، تمتلك مهارات رائعة، تلعب في أحد أكبر الأندية في العالم، لكنك لا تحصل على الفرصة التي تستحقها. هل ستبقى وتحاول إثبات نفسك؟ تبحث عن ناد آخر يمنحك الثقة والمكانة التي تستحقها. هذا هو تماما حال النجم المغربي إبراهيم دياز، الذي تحول إلى حديث الساعة في الميركاتو بعد أن أصبح هدفا لثلاثة من أكبر الأندية في القارة العجوز. في هذا الفيديو، سنكشف لكم تفاصيل العروض المقدمة له، والأسباب التي قد تدفعه للرحيل عن ريال مدريد، وسنحلل السيناريوهات المحتملة لمستقبله الكروي. فابقوا معنا حتى النهاية. النجم المغربي الشاب إبراهيم دياز، الذي عاد إلى ريال مدريد بعد تجربة ناجحة مع ميلان الإيطالي، أثبت خلال الموسم الحالي أنه قادر على إحداث الفارق عندما يحصل على الفرصة. لكن رغم مشاركته في 22 مباراة بجميع المسابقات، إلا أنه بدأ أساسيا في الليغا فقط في 6 مناسبات من أصل 19 مباراة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مستقبله مع الميرينجي. ووفقا لتقرير نشره موقع فيشاجس الإسباني، فإن دياز بات هدفا رئيسيا لثلاثة من أكبر الأندية الأوروبية، التي تسعى لاستغلال وضعه الحالي مع ريال مدريد لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية. ما هي الأندية المهتمة؟ ليفربول الإنجليزي، الريدز يبحثون عن لاعب يمتلك مهارات المراوغة والتمرير السريع لتعزيز خط الوسط والهجوم، خاصة بعد إصابات بعض اللاعبين واعتماد المدرب على تدوير التشكيلة بشكل مستمر. بايرن ميونخ الألماني، العملاق البافاري يبحث عن صفقات قوية في الميركاتو، ويرى في دياز موهبة يمكنها التألق في الدوري الألماني، خاصة مع أسلوب لعب بايرن الذي يعتمد على المهارات الفردية والسرعة في التحولات الهجومية. بروسيا دورتموند، الفريق المعروف بتطوير المواهب الشابة، يضع دياز ضمن قائمة اهتماماته، حيث يمكن أن يكون له دور محوري في خط وسط الفريق، خاصة مع إمكانية رحيل بعض لاعبيه خلال الصيف المقبل. لماذا يفكر دياز في الرحيل؟ رغم تألقه في الدقائق التي يحصل عليها، إلا أن المدرب كارلو أنشيلوتي لم يمنحه دورا أساسيا في تشكيل الفريق، حيث يعتمد بشكل أكبر على فينيسيوس جونيور ورودريغو في مراكزه الهجومية. ومع رغبة دياز في الحصول على المزيد من الدقائق لإثبات نفسه، فإن الانتقال إلى ناد آخر قد يكون خيارا منطقيا بالنسبة له. ريال مدريد لن يفرط بسهولة في لاعب يمتلك هذه الجودة، خاصة مع إمكانية رحيل بعض اللاعبين خلال المواسم المقبلة. ولكن في حال تلقي النادي عرضا ماليا مغريا، قد يفكر في بيعه للاستفادة من أموال الصفقة في تعزيز صفوفه. هل سيختار دياز الاستمرار والقتال على مكانه في ريال مدريد، أم سنراه بقميص أحد عمالقة أوروبا قريبا؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصيره. ما رأيكم أنتم؟ هل تتوقعون رحيل إبراهيم دياز عن ريال مدريد؟ وأي ناد تعتقدون أنه سيكون الخيار الأفضل له؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن انتقالات اللاعبين وأخبار كرة القدم.